شو هاد؟ لك لا شو البعزقة هي ولك عمي. بفتاك لحمة كتير طري وكتير طيب، وقد ما تكون اللحمة قاسية بتصير كتير طرية بهيدي الطريقة اللي أنا عم حضرها. هاي قطعة اللحمة اسمها دقن اللحام، كتير مناسبة للبفتاك. عم بقطعها بعي السماكة، حقطعهم كلهم. بدي تبلها بالملح وبالبهار الأسود. ضروري نحط ورقة نايلون تحتها للحمة وكمان ورقة من فوقها. عم دقها وهيدي الطريقة مناسبة جدا لحتى اللحمة تطرى معي. والخطوة الثانية بدنا نقلي اللحمة بمقلة حامية. حطيت زبدة وزيت زيتون، منقلل الكمية كلها مثل ما عم تشوفوا، عم سقسقها بالزبدة بقلبها هيك الكمية كلها خلصت. بنفس المقلة بدي اعمل الصوص، كمان زبدة وزيت زيتون. عم ضيف بصل، ثوم، كرات، كرفس وكزبرة، رشة ملح. من بعد ما دبلت الخضرة عم ضيف الكركم والقرفة والطحين وبزيد المرق شوي شوي لأحصل على هيدي النتيجة. طحنتها، ضفت عليها الكرامة وعم ضيف اللحمة. بتركها تقريبا تلت ساعة بتكون استوت اللحمة على الآخر. وحقدم معها بطاطا مشوية. قطعت البطاطا عم تبلها بالزيت والبهارات، أخذت تقريبا شي 20 دقيقة بالفرن. وهيدي النتيجة اللي حصلنا عليها، أطرى لحمة بفتاك وأطيب بطاطا مشوية وأطيب صوص. شاركوا الوصفة مع الأصدقاء وشكرا لمتابعتكم.